السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اللي لسه ما عملتلوش اسم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على أغرب حاجات ممكن تحصل للناس، ظواهر خارقة يعني، أو ممكن نتكلم على السوبر هيرو. يعني إحنا النهاردة هنشوف الناس اللي حصل لها حاجات خارقة كانت مش الناس لو كنت تسمع عنها ممكن تفتكر إن الكلام ده هاكس. يعني لو حد حكى لك عليه أكيد يعني يا إما سحر يا إما هاكس يا إما مش مظبوط. بس الواقعة دي حصلت حقيقي، يعني هو في ظواهر غريبة الناس ما كانتش متوقعاها وحصلت فعلا. يعني كانت شيء بالنسبة لهم حاجة أقرب من الخيال. وأنا النهاردة هستعرض لكم حاجة في الموضوع ده، الحاجات دي ويا ريت تعجبكم، يعني يا ريت تنول إحسانكم يعني إن شاء الله. في علم اسمه الباراسايكولوجي، سمعت عنه قبل كده؟ العلم ده بتاع الظواهر الخارقة، زي كأنك تشوف حاجة في المستقبل، تعرف حاجة هتحصل قبل ما تحصل، تطير من على وش الأرض، تتنقل لمكان وانت في مكان تاني. يعني حاجات سوبر هيرو، يعني حاجات ما حصلتش قبل كده. يعني العلماء جابوا الظواهر الخارقة دي وعملوا لها علم سموه باسم الباراسايكولوجي. وكان في قصص محيرة في الموضوع ده. يعني أنا هستعرض لكم قصة بالنسبة للعلماء اللي اكتشفوا الظواهر الخارقة دي، وهنبتدي بأول قصة معانا النهاردة. القصة الأولى معانا ولد بيتذكر تفاصيل حياته قبل ما يتولد. في هافانا كوبا اتولد عيل صغير اسمه إدوارد. الواد ده لما بدأ يتكلم وبدأ إن هو يكبر شوية، يعني عنده 3 سنين كده فيما فوق، بدأ إن هو بيقول تفاصيل عن ناس وعن ذكرياته مع ناس وعن أصحاب وعن حاجات غريبة كده بيحكي عنها. في الأول أهله بدأوا إن هم يفتكروا إن هو عنده خيال واسع أو عنده ذاكرة واسعة أو حاجة، فبيحكي عن الحاجات دي. بس هم ما استغربوش الموضوع، يعني طفل صغير بيحكي عن عيلة، عن مكان عاشوا. المهم افتكروا إن هو موهوب في موضوع التأليف أو الحكايات، وبدأوا إن هم يتعاملوا على هذا الأساس. بس مع الوقت التفاصيل زادت والحكايات زادت والأشخاص زادوا، وهو بيكبر أكتر ولسه برضو الموضوع بيحكي بتفاصيل غريبة عن بيضة شعرها أسود وإخوات، وذكر أساميهم، واحدة اسمها مرسيدس والتانية اسمها جين. الناس يعني أهله استغربوا الموضوع شوية كده، فبرضك في استغراب، بس قالك ده برضك مش مصدقين إن هو بيحكي قصة حد يعني هو يعرفه أو حاجة، ده طفل صغير، ده هما لسه مولود وكبر وبدأ يحكي الحاجات دي، ما طلعش بره البيت أو ما طلعش بره العيلة عشان يعرف القصص دي أو الحكايات دي. وقعد يشرح بالتفصيل الأماكن اللي هو بيروحها وكان بيعمل إيه وكان بيشتغل إيه ووالدته كانت بتشتغل في إيه. برضه الموضوع كان غريب بالنسبة له. في يوم من الأيام جه دكتور يزور العيلة، فإدوارد قعد يتكلم معاه وحكوا له على حالة إدوارد وكده، قعد يتكلم معاه وقعد يفهم منه. قال له التفاصيل، قال له إن والدته كانت بتشتغل في صناعة القبعات أو الطواقي يعني بمعنى أصح، وإن هي كانت بتبعته لمصنع أدوية معين بيجيب منه حاجات، وإن هو كان بيفضل إن هو يروح الأماكن البعيدة عشان كان بيحب يركب العجلة، فكان بيحب يمشي الأماكن، يروح أماكن بعيدة، ما يحبش يروح أماكن صغيرة. وإن هو عيا جامد جدا ومات، وإن هو مات قبل ما يوصل المستشفى، يعني مات في عربية الأسعاف. يعني الدكتور قعد يسمع الحكاوي دي كلها، بدأ إن هو يستغرب أنت إزاي طفل صغير بتحكي كل الحكاوي دي، أو بتحكي حياة واحد عاش ومات واشتغل وتفاصيل ووصف أمه واسم أمه واسم إخواته. فبدأ إن هو يمسك أول طرف الخيط في الموضوع. وفي نفس الوقت الدكتور سأله أنت اسمك إيه؟ ولا الشخصية اللي أنت بتحكي عليها دي اسمها إيه؟ فالولد رد عليه وقال له بكل ثقة كان اسمي بانشو سيسو. أيوة كان اسمه كده بانشو سيسو. بس فقال له كنا ساكنين في شارع اسمه كاباناناريو. الراجل استغرب قوي، يعني ايه ده؟ انت ازاي ساكن في الشارع ده وتقول الاسم كده يعني. المهم فالدكتور استغرب ساعتها وبدأ ان هو يبحث عن الموضوع، وقال لك انا كده مسكت طرف الخيط. وفي يوم من الايام العيلة دي راحت المكان ده اللي هو الشارع اللي هو كان في الولد قال عليه بالصدفة يعني البحتة، كانوا موجودين. فلقوا استغربوا جدا، لقوا ان الولد بيبص، قال لك ادي مصنع الادوية اللي كنت بشتري منه وده المحل، وبص كده وراه راح جاي لقى البيت، قال لك ده البيت اهو اللي كنت ساكن فيه. وفعلا جرى على البيت، قعد يخبط على الباب، محدش فتح.
فاهله كانوا في ذهول، ايه اللي انت بتعمله ده وانت ازاي تعمل كده وبتاع. فبدأوا الناس ايه يستغربوا، وبدأت الناس تتساءل ان الواد ده ازاي بيعمل كل الحاجات دي يعني، وعرف كل المعلومات دي ازاي، وعرف الحاجات دي، ده طفل صغير خالص، انت متخيل؟ بدأوا يدوروا على الموضوع وفعلا سألوا، لقوا ان الست فعلا اللي هي ساكنة في البيت ان الولد خبط عليه ده فعلا ابنها مات وكان صغير. وفعلا بدأوا ان هم يحكوا لها التفاصيل اللي كان بيقولها الولد وبيسردها عليهم. بدأت تصدق وتقول اه ده فعلا الحاجات دي كانت بتحصل، ابني كان بيعمل كده وابني كان بيعمل كده، بس هو مات. الغريبة بقى ان الولد ده لما قابلوه بالست دي وكانت عملوا تجربة كده، احد العلماء عمل تجربة عليه، فحب ان هو يختبر ان الواد ده يشوف دنيته فيها ايه، فخلى في حتة وخلى الست دي تمشي في حتة وفعلا اتعرف عليها. يعني غريبة من نوعها يعني. فبدأت الناس تتساءل ايه الموضوع ده، يعني ازاي بيجي كده وازاي حصل كده والكلام ده كله. المهم انت بالنسبة لك انت مش مستغرب انت لما تلاقي ابنك بيحكي لك على موقف حصلت له وحياة تانية حصلت له وانت مش مصدق ايه اللي بيحصل ده؟ الغريب من نوع يا شباب ان الظاهرة دي محدش لغاية وقتنا الحالي يعرف لها تفسير او يعرف لها حاجة. هل الارواح بتسكن اجساد البني ادمين بعد ما يموتوا؟ غريبة برضك، ما فيش حاجة اسمها كده يعني، ما صدقناش ما شفناش حاجة كده في الدنيا يعني، حاجات كتير يعني. ده حد يموت وروحه تتجسد في روح شخص آخر. طب ايه الموضوع؟ الموضوع لغاية دلوقتي ما العلماء ما لهوش تفسير علمي للي حصل ده، ولا لقوا تفسير علمي يثبت لهم النظرية دي إن ممكن بني آدم روحه تروح لبني آدم تاني ويعيش في جسد تاني. فالموضوع محير يعني. وفي قصص أخرى إن شاء الله هنبقى نحكيها مع بعض. أنا بس حبيت أعمل الفيديو الصغير ده الأول، تمام، عشان خاطر بتكلمكم عن الموضوع. بس هو المفروض فيه حوالي 30 ظاهرة غريبة حصلت في العالم واحنا مش حاسين بيها يعني، او احنا منعرفهاش مثلا، او قليل مننا اللي يعرفها. فانا ان شاء الله هقعد احكي لكم عليهم واحدة واحدة، او ان انا اعمل لكم حلقة هيكون فيها كل الكلام ده. لسه ما قررتش بصراحة، بس انا لسه بدرس الموضوع ولسه ببحث في الموضوع وان شاء الله ربنا ييسر الاحوال، ويا رب الحلقة تعجبكم. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. عجبكم الفيديو ما تنسوش يا ريت يعني. والسلام عليكم ورحمة الله.